واه يا انت تجني وجهك ابوي. انت تجني وجهك ابوي. ايش هذا طالع منك ريحة خرا يعني؟ لا، دي ريحة لازانيا بدون أول حرفين. بدك توفي الدين بالغصب عنك. نزليني، ريحة بطك هتموتني. قول خرا. وعتيلة ساعدتني في الامتحان. فاشل. اوه لديك فطور جميل. أكل الأول. طنق. يا ريتني ما سألت، طعمها جامد. ايه؟ تأكد انه كان عم بيلعب معك؟ لا، كانت بتلعب فيا. بدك تقول الحقيقة ولا اتصل بشرطة الأطفال؟ لا، إلا الشرطة. طيب أنا راح أتصل بعنتيلة وراح أتكلم معك كلمتين على الخفيف. ألو اسمعي لك بنت مو كل يوم تفعصي وجهه مثل البطاطا. أصلا أخوي بكسر راسك وراسل أكبر منك. والله لا تكسر راسك تكسير. كله تمام. لا ولا شي، بس قالت إنه بكرة بتستناك ورا المدرسة وراح تخليك ترقص باليه. طب أنا عملت ايه؟ ما بعرف، أنا حاولت أهديها بس شعلت. ما حدا راح يأذيك وأنا موجود، وراح أعلمك حركة بعمرك ما سمعت عنها. هاي الحركة تعلمتها من أجداد أجدادي ومستحيل تغيب فيها. وبعدين أنا بزماني كنت أقوى مقاتل بالعالم. تخيل إني تعاركت مع جرادين الأنفاق وشختهم على البلوعة. بجد؟ لك اسمع مني، أنا أبوك ومستحيل أكذب. بوه، علمني أكتر بليز. وبننتقل للدرس الثاني اللي هو ضربة البعبع. أنا كأب أعزب لازم أعلمك هاي الحركة الخطيرة. لحظة، ازاي أعزب؟ انت طلقت أمي؟ بتذكر علمتك إياها. أيوه. طيب أنا نسيت الحركة، ممكن تفرجيني إياها؟ أصلا أنا ما بخاف يعني، خرجك جرب. لا تأذيني، أنا ميت وأبوي يتيم وولادي متبرين مني. بالله عليك ما تأذيني. وهي هي الطريقة الصحيحة للتهرب من المشاكل، وهي الحركة اللي اسمها الكلب اللي أكل ذنبه. أوخ. الله يرحمه، كان منجولي. ما بعرف، شكله عم بيأدي ضربة البعبع ولكن ما زبطت معه. اليوم هعلمكم فنون الرد. أولا، إذا قال أحد أنا لا أفهم والله عنده شحاطات حلوة، يا ريت أهلي يشتروا لي مثله. كلامك، فقط اهدأ وركز وقل له لأنك لا تفهم لغة الكلاب. أنا كلب. هلا بلا كلام فاضي واشرح له شلون يتقتل. أوه، انتوا جايين على خناقة، لكن الأحسن إنك تستخدم عقلك قبل إيدك حتى لو كان بحجم تيركس. يلا معايا. أم أم يلا قولي، مين هتواجه؟ عنتيلة تيركس. عنتيلة؟ لا بعرفكم ولا تعرفوني. يا أخي ما بعرف ليش بتخافون عنتيلة. يا جماعة هذا بده يقتل عنتيلة، راح تفعسه، راح تخر عليه، راح تشغل عليه السيفوني، بعدين انتم مصدقينه الهزرانطيطة. حاسس الموضوع كبر قوي. هاي انتوا، انا ما بسمح لكم تمسخروا اخوي. يلا قولوا لي مين منكم اكل قتلة من عنتولة؟ انا. وانا كمان. ايه وانا معون. طيب ما دام كليتنا اكلنا قتلة، ليش ما نوحد قوانا ونهجم عليه؟ فكرة حلوة بس ممكن نتدعوس. نحن ابدا ما لازم نسكت عن حقنا، ولازم نقف عند حدنا. ولازم نحرر الاندلس. ولازم نحلل البحر المالح. ولازم نتابع فيجا ماكس وزيركو كرتون حتى يوصلنا كل شي جديد. انا حاسس انك بالغتي في الموضوع. من قال لك اني بالغت؟ على كل حال راح نشوف عنتيلة وهي عم تدعوسك. مانجولي. فينك من الصبح يا فسيخة؟ ازاي تسيب اخوك يتهم من واحدة؟ لا تخاف، الحل عندي. طيب. راح اقدم لك درع كنت مخبيه من عصر الروم الاحمر اللي كان يلبسوا ايرون كلبين. واو، تحيا التكنولوجيا. والله متناسق كتير، وكمان من مميزاته انه فيه مسجة اغاني. كمان في زر خطير، لو كبسته ممكن تحلق بالهواء وراح تنزل على راس عنتيلة، بعدين راح يضل عندك 6 ارواح بس ما تاكلها. ممكن ننقطع النت وانت نازل.
واهم شي هو اجنحة البطة المسلوخة.